السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد كمال عن تجربة شخصية. النهاردة هنتكلم عن النرجسيين والتجسس والمراقبة، أو التجسس والمراقبة النرجسية. مش هكلمكم بقى على ان هو بيقعد يتصنت على الباب وبيخش لكم مرة واحدة بعد ما بيبقى نزل شغله وبيرجع لكم تاني، وبيقعد بقى يعمل ان هو مثلا هينام وهو مش نايم، هو قاعد جوه بيسمع كل حاجة وبيتصنت بتقولي ايه لولادك، وبيتصنت انت بتقولي ايه لولادك. مش هكلمكم في الكلام ده خالص. النهاردة هدخلكم عالم جديد مع النرجسيين. هنخش معاهم في عالم الجاسوسية النرجسية والمراقبة. هنتكلم عن ليفي كوهين وديفيد شارل سامحون بتاع الضحايا. هنتكلم عن الجاسوسية والتجسس والمراقبة وهيئة الاستخبارات النرجسية الموجودة داخل كل نرجسي ونرجسية. خلينا نشوف ايه الأسئلة اللي هنسألها النهاردة في الحلقة. خلينا نشوف ليه بيراقب النرجسيين كل من اللي بيحيطوا بيهم، مش بس الضحايا. وليه تجسس المراقبة من تقنيات النرجسيين والنرجسيات؟ ده هيبقى أول سؤال عندنا. السؤال الثاني هنتكلم ما هي التقنيات اللي بيستخدمها النرجسيين في التجسس على كل من يحيطون بهم، كل الناس اللي بيحيطوا بيهم. خلاص؟ وازاي هنواجه النرجسيين بتقنياتهم وتجسسهم وجهاز الاستخبارات بتاعتهم ومراقبتهم لينا، وازاي نقف قدام تهديداتهم اللي عملوها، اللي بيقولوها لنا دي، نتيجة ان هم مراقبيننا ومتجسسين علينا ومسجلين لنا حاجات. هنواجه الكلام ده ازاي؟ تعالوا نبتدي بالسؤال الأول على طول على بركة الله. ليه النرجسيين بيراقبوا وبيتجسسوا على كل المحيطين والمتعاملين معاهم؟ يلا بينا نروح نشوف. بصوا بقى يا اخوانا وركزوا معايا كويس جدا. التنصت والتجسس والكلام ده هم من سماتهم. بيقولوا لكم ساعات ان هم نزلوا من البيت رايحين شغلهم وهم بيبقوا واقفين بره البيت يسمعوا. والله العظيم صدقوني. ويقولوا لكم احنا داخلين ننام وهم ولا بيناموا ولا اي حاجه، هم دخلوا عشان يسمعوكم وانتوا بتعملوا تليفونات وانتوا بتكلموا ولادكم. دي بدايات المراقبه والترصد والتصنت والتجسس بتاعه النرجسيين والنرجسيات عليكم في البيت. النرجسيين والنرجسيات بيعتبروكم وبيعتبروا ولادهم اللي هم ولادكم يعني جزء من حاجاتهم واشيائهم، ملف من ملفاتهم، انتوا شيء بتاعهم. فطبيعي يراقبوا حاجتهم ويحوطوا عليها. وكمان طبيعة الشخصية النرجسية طبيعة مستغلة وانتهازية وصيادة في الماء العكر. صيادة في الماء العكر يعني شخصية بتستنى الهفوة، الفسوة، اي فرصة علشان تحط الناس اللي حواليها في خية. عارفين الخية؟ بلاش خية، طب الشرك، طب المصيادة، سهلة كده؟ طيب يبقى هم بيراقبوا اي حد حواليهم. نركز بقى في الحتة دي. اي حد حواليهم هم شايفينه مهم او هيبقى مهم ليهم الفترة اللي جاية دي. يبقى هيراقبوا كل الممونين النرجسيين القادمين والحاليين والسابقين كلهم، ودول اول المراقبين والمحطوطين تحت التلسكوب النرجسي وتحت إدارة هيئة الاستخبارات النرجسية. يبقى لو حد ست نرجسية، لو واحدة ست نرجسية هتراقب الرجالة اللي كانت تعرفهم واللي عارفاهم حاليا طبعا وانتوا معاهم، والناس كمان الرجالة اللي بتتطلع انها تعرفهم بعد شوية. ولو راجل نرجسي نفس النظام، هيفضل مراقب القدام والحاليين والجداد. كل دول هيخضعوا للتجسس من قبل النرجسيين. ومين تاني؟ اجواز الاخوات للنرجسية، بس مش اي جواز اخوات، اللي عليهم العين. اللي عليهم العين
يعني اللي مهبولين عن النرجسية الفتاكة بجمالها. ما هو انت متجوز واحدة نرجسية حلوة وشايفة نفسها، فجواز اخواتها في منهم بيبقى ايه يعني، بيبقى يعني عينه عليها كده، ها، وعلى رقتها المصطنعة بقى وعودها الفرنساوي. مش اي جواز اخوات كده. طب ومين تاني؟ ومراتات الاخوة للنرجسي، اللي هو حاسد اخواته عليهم وبيقطعهم بنظراته. بيقطعهم بنظراته. ومين تاني؟ واي واحد معجب والهان او معجبة والهانة بالنرجسيين. طب ومين تاني؟ الولهانين والمفتونين من القرايب. اي واحد كان زمان متعشم او كانت زمان متعشمة والنرجسيين ما كانش في دماغهم، علشان كانوا فقرانين ورفضوهم من بعيد لبعيد بسبب فقرهم، حتى بدون ما يتقدموا ليهم رسمي، او حتى برفضهم المناوشة بامكانية الارتباط بيهم. كل دول تحت المراقبة يا باشا، مراقبة جهاز المخابرات النرجسي القذر، بدون حياء ولا خجل، ولا تقول ازاي انا ابص لجوز اختي، ولا هو يقول ازاي ابص لمرات اخويا. ما عندهمش الكلام ده يا باشا، مفيش اي ضمير، وكم من السفالة والقذارة الغير عادي. طيب ومين تاني؟ كل من هو غني او مسافر في العيلة، ها، اللي فيها الاسرة النرجسية القذرة دي، هيبقى تحت المراقبة. طيب ومين تاني؟ ازواج وزوجات الاصدقاء هيتراقبوا من النرجسيين طبعا. جايز تيجي الفرصة، خصوصا لو الاختيار كان المفضل للنرجسيين. من فضلكم ارجعوا لحلقة لماذا اختارك النرجسي او النرجسية، هحطها لكم هنا اهو، عشان تعرفوا ليه بيبقى حد معين، واحدة او واحد وهم متجوزين اصدقائهم مفضلين بالنسبة لهم. اللي هي اسمها لماذا اختارك النرجسي او النرجسية، اشمعنى انا يا رب، علشان نفهم. طيب ومين تاني؟ كل من هو مدير او زميل او صاحب عمل. كل الناس اللي في الشغل بزوجاتهم، بسلطاتهم، ببابا غنوجهم. الله، طب ليه؟ ما احنا قلنا يا اخوانا دول صيادين في الماء العكر، وعاوزين اي فرصة علشان يتسلقوا عليها ويطلعوا على قفا الناس دول، ويحققوا كل المكاسب اللي عاوزينها، ويترقوا في اعمالهم، تمام، ويعدوا كل الحواجز بتاعة الأقدمية والكفاءة والخبرة في العمل، ويوصلوا يشوفوا المدير وصاحب العمل عاوزين ايه ويعملوه، حتى لو هيعرضوا عادي. ايه المشكلة يعني؟ ما هم ناس ما عندهمش اي مبدأ، مفيش مبادئ، مفيش ضمير، مفيش اخلاق، مفيش رحمة، مفيش حب، مفيش تعاطف، المصلحة وبس. ويا ريت ترجعوا لحلقة النرجسيين في العمل، هحطها لكم برضو هنا، ها، علشان تعرفوا هيعملوا ايه من تعريض ورشاوي للمدير المباشر وغيره علشان يوصلوا في شغلهم. طيب ولو وصلوا لاصحاب مصالح وشركات، اعوذ بالله بقى، يعني لو بقوا هم اصحاب المصالح والمؤسسات، يا ويل الناس ويا سواد ويلهم. دول بقى اللي ممكن بيشغلوا في شركاتهم ومؤسساتهم ممكن فتيات ليل عادي تحت اسم بقى سكرتيرة تنفيذية، ترسي عليهم الشغل بقى بالتعريض، واخدين بالكم، وبالابتزاز كمان عادي، مفيش مشكلة. كده عرفنا ليه النرجسيين بيراقبوا مين علشان يوصلوا لهدفهم، العملات النرجسية اللي اتكلمنا عليها الحلقة اللي فاتت، وللأسف الشديد على حساب جثث وأشلاء زمايلهم في العمل، وشباب وبنات قلوبهم زي الفل، واخوات واخوة عادي، اخواتهم عادي، لما يبصوا لجوازهم ومراتاتهم بدون اي ضمير او رحمة او حتى نظرة لعشرة وبيت جمعهم مع اخواتهم دول في يوم من الايام. وطبعا لاي حد في العيلة كان مغترب وشقيان، ها، ولا غني في العيلة، علشان يحصلوا على عملاتهم النرجسية، ومن ثم الوقود النرجسي اللي هم سفاحينه بأي تمن.
اي تمن، حتى لو على حساب الاخلاق والدين والحرمانية. فلازم كل دول طبعا يتراقبوا علشان يلاقوا اي فرصة يخشوا يليسوا او يوقعوا او يسبلوا. اه والله العظيم. والرقة بقى وشغل يا بيبي ويا روحي ويا قلبي، والرسم عليهم بقى بشغل هعمل لك بيتيبان وسكلمان وساليزون والحاجات اللي انتوا عارفينها دي، وكل التمثيل في تمثيل ده اللي بقى مهروش الا فقط لضعاف النفوس. خلينا نخش على السؤال التاني اللي هو مهم جدا وعايزكم تركزوا معايا فيه جدا. ما هي التقنيات التي يستخدمها النرجسيين والنرجسيات للمراقبة والتجسس؟ يلا بينا نروح نشوف. التقنيات دي يا جماعة هنقسمهم قسمين، علشان دول شغلانة سودة. كل تقنية من التقنيات هتبقى مشكلة ومصيبة. يلا نشوف كل تقنية على حدة، وعايزكم تشوفوا كم التفصيص اللي هنفصصه ده. ها يعني الحلقة دي حلقة يا جماعة متكلفة، فعايزكم تفصصوا، وبعد ما تخلصوا الحلقة دي تبتدوا ان انتوا تشوفوا هتعملوا ايه. هديكم برضو الحلول، وخلي بالكم هعرفكم في الحلقة دي ازاي النرجسيين بيتجسسوا عليكم. خلي بالكم علشان لو حد من الضحايا متراقب وشايفني دلوقتي يراجعوا كل الكلام اللي هقوله ده ويشوفوا هما متراقبين ازاي. هنقسم التقنيات دي جزئين. نبتدي بالجزء الاولاني. الجزء الاولاني يا جماعة هو السوفت وير، البرامجيات. يبقى الكلام عن البرامجيات اللي معاكم. يلا بينا نروح نشوف ازاي النرجسيين والنرجسيات بيراقبونا بالسوفت وير او بالبرامجيات. يلا بينا. كل برامج الشات وبرامج الاتصالات على الموبايلات والاكونتات على الحسابات المختلفة، سواء بقى انستجرام، فيسبوك، تويتر، سناب شات، ماسنجر، واتساب، ترو كولر، فايبر، ايمو، كل البرامج والحسابات سواء اللي انا ذكرتها دي دلوقتي او اللي ما ذكرتهاش. يعني لو ذكرت برنامج تعرفوا ان اللي شبهه موجود عندكم، هيبقى نفس النظام. اوكي خلاص. وهنحاول تفصيص كل حاجة علشان نعرف ازاي نطلع من سرطان المخابرات النرجسية، وما يبقاش حد بيراقبنا وبيحاول يمسك علينا اي حاجة. حتى لو احنا ما بنعملش حاجة يا جماعة، فكرة ان انت بس تبقى متراقب في حد ذاتها دي هتخليك وهتخليكي بيحصل لكم حالة ارتباك ورعب وخوف من اي حاجة نقولها او نعملها. هتبقوا مرعوبين، وبعدين تفقدوا بقى تلقائيتكم وعفويتكم وبساطتكم اللي هي يعني احلى حاجة فيكم. خلاص. وبعدين فكرة كمان ان انت ما تسيبش موبايلك، يعني موبايلك دايما يبقى في ايدك، لان هو ممكن في ثانية حتى يحط لك برنامج تجسس. كل حاجة على الموبايل انت بتعملها عليه تلاقيها موجودة عنده. نخش بقى على البرامجيات اللي هو بيشتغل عليها، واقول لكم بيشتغل عليها ازاي. نبتدي نمرة واحد بالواتساب والبرامج اللي شبهه. من افضل وسائل التجسس عند النرجسيين والنرجسيات، من اول انه يشوف انت او انت اونلاين، يعني يفتح اللي يشوف كل شوية انت اونلاين ولا لا، او انت اونلاين او لا. خلاص. امتى ولحد امتى؟ لحد ما ينزل عنده برنامج اسمه ببحثوا عليه في جوجل بلاي او على السوق اللي انتوا بتنزلوا منه البرامج بتاعتكم، اسمه واتساب ويب. ايه الواتساب ويب ده؟ هتلاقوه موجود على جوجل بلاي عادي، وده يقدر بيه النرجسيين ينزلوا كل محادثاتكم على الواتساب ويردوا كمان مكانكم، يعني كأنكم انتوا اللي ماسكين موبايلهم بتردوا عادي.
فكره البرنامج بتقوم على زي ما يعني زي ما بتقدر ان انت تنزل الموبايل بتاعك على جهاز اللابتوب بتاعك، خلاص، باستخدام الباركود اللي بيبقى موجود المربع ده. الموبايل بتاعه كمان يقدر ان هو يعمل الباركود ده، يصوره وينزل كل الواتساب بتاعك او بتاعك عنده. خلاص. يقدر كمان النرجسي بنفس الطريقه زي ما قلنا على اللابتوب ينزله على موبايله عادي. يدوس الثلاث نقط اللي على الواتس اللي موجودين اول لما بتفتح الواتس، خلاص، ويربط واتساب الضحيه بتاعته عنده. ونقدر احنا بقى كضحايا نكتشف ده بمنتهى السهوله على الواتس. لو دوسنا على الاجهزه المرتبطه على الواتس من الثلاث نقط، نعرف اذا كان النرجسي او النرجسيه مراقبنا ولا لا، والجهاز اللي مراقبنا اسمه ايه. زي ما بيتكتب عندكم مثلا اللابتوب او الويندوز كذا، بيتكتب برضو نوع الجهاز اللي هو يعني عنده نفس الواتساب بتاعكم. وطبعا الكلام ده على الواتس او البرامج المشابهه. ولو لقينا كده بمنتهى البساطه ممكن ان احنا ندوس اننا عاوزين نوقف الربط مع الجهاز التاني، وكده نبقى عرفنا ازاي نعرف اننا متراقبين على الواتس، وازاي كمان نوقف ده. شغل برمجيات اهو، يعني شغل استيك. تمام. طيب هنخش على تاني حاجه، الحسابات على الفيسبوك والانستا والسناب شات والتويتر والحاجات دي وغيرهم، يعني الحسابات المشابهه. الحسابات دي يا جماعه عشان النرجسي او النرجسيه يراقبوكم عليهم بيحتاج انه يعمل منها كوبي او نسخه. يعني ايه؟ وقت ما الموبايل بتاعك او بتاعك باظوا او اللابتوب بتاعكم باظ، والنرجسيين والنرجسيات عرضوا عليكم تستعملوا حاجتهم على سبيل انكم واحد وحاجتهم حاجتكم، كان ده الغرض منه حاجة واحدة بس، ان حساباتكم على مواقع السوشيال ميديا، الفيسبوك والانستجرام والسناب شات والتويتر وكل الحسابات دي، يتعمل منها كوبي على الحاجة بتاعتهم، ويقدروا يخشوا الاكونتات بتاعتكم بمنتهى البساطة والوضوح، ويشوفوا كل حاجة بتعملوها على حساباتكم. فمن فضلكم بلاش السلف بتاعت الموبايلات لما باظت، ولا لاباتكم، ولو حتى احتاجت انها تتصلح واخدها النرجسيين والنرجسيات، ما ينفعش. الله، هو النرجسيات كمان ممكن ياخدوا الاجهزه بتاعت جوازهم الضحايا يصلحوها؟ ممكن عادي، بحجه ان اخوها او ابن عمها او ابن خالتها اللي عندهم محلات للتصليح يصلحوها بدون ما حد يشوف المعلومات اللي عليها، علشان دول بقى مننا وعلينا واهلنا وستر وغطى علينا. وتقعد تخوف جوزها وتقول له اصل الناس بينسخوا حاجات من على اللاب والضحايا طبعا كالعاده بنيتها الصافيه بتصدق وتسلم بالكلام الباطل المخادع الماكر. ما يعرفوش ان النرجسيين مستنيين ومستنظرين اللحظه دي علشان كمان كل الداتا تبقى عندهم، ويقدروا يمسكوا عليكم زلل ويعملوا مخططات على الضحايا. اخطبوط واذرعه كتيره جدا. انتوا عايشين مع اخطبوط في البيت والله من غير ما تدركوا ولا تستوعبوا. تمام. طيب نخش على الحاجه الثالثه، برامج الاتصالات يا جماعه زي الترو كولر. الترو كولر ده عادي، ده بيجيب لنا اسم الشخص وايه ده، لا ده حكايه وروايه لوحده، وبيستعملوه كتير جدا. خلي بالكم. يعني ازاي بقى؟ خد عندك بقى، بيعرفوا وقت اتصالاتكم امتى، بيظهر على الترو كولر، وده بيرد على ناس كتيرة جدا بتسألني وتقول لي انا كل ما اعمل مكالمة الاقي النرجسي او النرجسية داخلين علينا في الويتنج ويسألوا بتكلموا مين وليه وازاي. ما هو الترو كولر يا جماعة لما بيبقى المكالمات شغالة، خلي بالكم، لما تبقى المكالمات شغالة عندكم بتبقوا شغالين بتعملوا مكالمة، بيبقى ظاهر عند النرجسي انكم في مكالمة دلوقتي، ومدي لون احمر كده في الترو كولر يقول لك في مكالمة. خلاص. فبالتالي النرجسي والنرجسية اللي مراقبينكم بيتصلوا بيكم يشوفوا انتوا بتكلموا مين. خلاص. وممكن كمان يعرف بتكلموا مين. اقول لكم بقى ازاي. ما هو مسجل عنده على موبايله برضو كل الكونتاكتس، ارقام اخواتك بقى وارقام اهلك وارقام اصحابك. فلو مثلا قلت له كنت بكلم اختي
فهو هيبقى باصص عليها، هيقول لك كدابه انت ما كنتيش بتكلمي اختك، لان هو عنده على يعني عنده في الكونتاكت اخته، فممكن يجيب رقم اخته، اختك دي سوري اختك اللي بتكلميها دي، فيلاقي ان هو النور بتاعها ان اختك دي كانت متكلمه من ساعه، دي مش اختك، لانه فتح عليها ترو كولر وشاف انها مش في مكالمه. او معاك في نفس الوقت وانتوا بتتكلموا، فطبعا الضحيه سواء راجل او ست بيتبرجلوا ويحسوا كده يعني ان هم تحت المراقبه، وبطبيعه الحال يحصل لهم ارتباك ويشعروا بعدم الامان، وبطبيعه الحال بيحصل بعض المواقف اللي بتحط الضحايا في موقف يعني محرج ومربك، وده بيسبب حاله ارتباك وضغط بيحطهم فيها النرجسي والنرجسيه. ضيفوا على ده كمان في حاله الالقاء والتخلي في دوره الاستغلال النرجسي الديسكارد. يا جماعه من فضلكم ارجعوا للحلقه دي مهمه، حلقه دوره الاستغلال النرجسي. خلاص هيعملوا ايه بقى كمان؟ في اوبشن على الترو كولر يعني بكلام فاضي كده، فلوس قليله جدا كده كل سنه، يعرفوا منه مين بيشوف رقمه او بيشوف الاكونت بتاعه، الرقم بتاعه خلاص كل شويه. فاللي هو ايه مين يا ترى مين شاف الحساب بتاعك او مين بص عليك، فيعرف ان انت في الوقت ده او انت في الوقت ده عمال تبص على النرجسيه وهي عماله تبص على النرجسي وتفكروا فيه. وده برضو بيفسر في بعض الاحيان ان الضحايا لما يطلعوا يعني يقربوا ان هم يفوقوا من النرجسيين والنرجسيات ويبطلوا يطلعوا رقم ويبصوا ان هم يكلموه ولا لا ولا هو بيكلم مين، فالضحايا بتتفاجئ ان النرجسيين راجعين تاني، والنرجسيات راجعين تاني. ليه بقى؟ لان هما يعني بقالهم فتره ما بصوش، ما هم كل شويه يبص مين اللي بص على الاكونت بتاعك او مين اللي بص على رقمك، فما يلاقيش الضحايا، فهم حاولوا يعملوا لهم ايه، هوفرنج وشفط علشان يرجعوهم تاني قبل ما الزباين ما تهرب. ايوان انت وهي الزباين، مظبوط. هنخش بقى على الجزء الثاني من ادوات وتقنيات جهاز التجسس النرجسي، وهو الهاردوير، الاجهزه بقى اللي بيركبها واللي بيستعملها. يلا بينا نروح نشوف. يلا. اول حاجه يا جماعه كاميرات المراقبه. النرجسيين والنرجسيات بيستعملوا كاميرات المراقبه بمختلف انواعها واشكالها، خصوصا في اول الجواز او في مرحله الصمت العقابي للشريك او الشريكه. ومش معنى ان هم ان هم بيستخدموا الكاميرات دي يبقى اي حد بيستخدم كاميرات مراقبه يبقى نرجسي او نرجسيه، لا طبعا. هي في زماننا ده الكاميرات دي واجبه، المفروض انها تبقى موجوده للامان، وطبعا الاساس في الشركات والمؤسسات او في اي مكان فيه خزنه، اي مكان يكون موجود فيه خزنه سواء فيلا او بيت، نظرا للظروف الاقتصاديه اللي بتمر بيها البلاد العربيه كلها، لازم يبقى فيه عندك امان ولازم يبقى فيه عندك كاميرا تشوف مين خد منك ايه. لكن النرجسيين بيستخدموها لتصويركم في بيوتكم، واحنا قلنا ان هم بيرصدوكم ليه قبل كده في النقاط اللي قبل كده، وعلشان يبقى ماسكين عليكم فيديوهات، خصوصا وانتم لابسين خفيف كده. اظن الكلام واضح يعني. نمرة 2 اجهزة التنصت والجي بي اس، ودي موجودة في الاسواق وفي محلات الاجهزة الالكترونية رغم حظر استعمال الاجهزة دي من الاجهزة الامنية. خلي بالكم دي محظورة، لكنها متوفرة في الاسواق وفي الاسواق اللي هي بتبقى اونلاين خصوصا، يعني اجهزة كده حجمها صغير وبتتشحن بشواحن الموبايلات عادي خلاص، وبتقعد 5 أو 6 أيام مشحونة، ويحطها لكم مثلا في عربياتكم
في الريسبشن لسماع بقى ورصد خطواتكم بمنتهى الدقة دون ان تشعروا. طيب، وعلشان يبقوا عارفين بتقولوا ايه والمين وبتنزلوا تروحوا فين بمنتهى الدقة. ما هو مكالمة التليفون خلصت وانت نزلتي رحتي لصاحبتك او لمامتك، شفتوا الجهاز الاستخباراتي النرجسي عامل ازاي؟ طيب، نخش على نمرة 3، اخر الاجهزة بقى، الموبايلات يا جماعة. الموبايلات في ايد النرجسي او النرجسية هو جهاز تجسس بفيديوهاته بصوره. هتلاقوا النرجسي والنرجسية في الاساس غاويين تصوير في كل مناسبة مع كل طقم، وخصوصا في غرف النوم. خلي بالكم، هتلاقوهم بيصوروكم باللانجريهات، هيصوروكم بالهدوم الخفيفة، هيحاولوا يصوروكم اثناء القبلات، اثناء الاحضان، ويمكن كمان للاسف الشديد فيديوهات اثناء العلاقة الحميمة. مفيش اي خشة ولا حياء ولا كسوف، مفيش خوف حتى من وقوع الفيديوهات دي في ايد حد ولو حتى بالغلط، ولا لو حتى الموبايلات ضاعت، ولا حتى بيخافوش حتى ان هم ممكن يموتوا والناس تشوف القذارة دي وتتفضح الشريكة او الشريك. ما هم ما بيتكسفوش ولا عندهم اي حياء ولا اخلاق. ما تستغربوش وكم من امرأة بعد تركها للنرجسي اتفضحت مع الزوج الجديد. والله العظيم. فخلوا بالكم من القصة دي لان القصة دي مهمة جدا. تعالوا بقى نخش على السؤال الثالث المهم جدا اللي لازم نتكلم فيه. ازاي نواجه المراقبة والتجسس وجهاز الاستخبارات النرجسي اللي شغال علينا؟ يلا بينا نروح نشوف. الواحد يقول ايه يعني، استغفر الله العظيم، كأننا بنتكلم عن عدو بيتربص بينا ومنتظر اي هفوة علشان يبتدي ان هو يلبسنا في الحيطة ويفضحنا. ما علينا، خلينا نشوف ازاي نواجه ده. الاول بس عاوز اقول لكل شريك نرجسية او شريكة نرجسي حاجة مهمة جدا. التجسس ده يا جماعة لا بيقبله دين ولا شرع ولا قانون. فمش عاوز حد يقول لي ايه مثلا، يعني ما تخليه يتجسس او ما تخليها تتجسس، انا ما بعملش حاجة غلط، اللي على راسه بطحة بقى يبقى يحسس عليها، والكلام الفاضي ده. لا 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 لا، الكلام ده مش مظبوط. علشان كونك عارفين انكم متراقبين، ده في حد ذاته هيخليكم تبقوا مرتبكين وتعملوا حاجات غلط. وبعدين وارد جدا ان النرجسي او النرجسية ان هم مثلا يسلطوا عليكم حد، يخلوا حد كده يتحدف عليكم، يقول لك كلام على واتساب ولا حاجة وانت ما تعرفيهوش، عشان يسجل لك دوت ويبقى ده دليل ادانة عليك. ده وارد جدا ان هو يعمل الكلام ده. فبلاش ان انت تبقي بالطيبه دي، وبلاش حضرتك تبقى بالطيبه دي طول ما تسجل لي عادي، انا ما بعملش حاجه غلط، انا راجل محترم. انتوا محترمين، بس فكره ان انتوا تعملوا حاجه اصلا وانتوا متراقبين، ده في حد ذاته بيعمل ارتباك وبيعمل ليكوا مشاكل كتيره جدا. كمان التجسس ده مرفوض بامر من ربنا سبحانه وتعالى، بامر صريح من ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. صدق الله العظيم. فاللي احنا بنعمله ده من منع التجسس علينا، ولا هو عيب ولا هو حرام، بل واجب علينا نحمي خصوصياتنا، خاصة من النرجسيين والنرجسيات. يلا بينا نشوف الخطوات لحماية نفسنا من النرجسيين والنرجسيات من الجهاز
الاستخباراتي النرجسي. نمرة 1، أول حاجة نبص على الواتس بتاعنا والبرامج المشابهة، وندوس ال3 نقط اللي موجودين أول ما بنفتح الواتس دول، ونتأكد إن مفيش أي أجهزة مرتبطة خالص، ولو لقينا نلغيها فورا. يعني نلغيها فورا، ونخلي دخول الواتس ده او البرامج المشابهه يبقى بباسورد. لازم باسورد ولازم بالبصمه. يبقى دي نمره 1. نمره 2، ممنوع منعا باتا الموبايل او اللابتوب بتوعك او بتوعك نسلمهم للنرجسي او النرجسيه يتصلحوا، حتى لو ابوهم وامهم فاتحين 10 محلات موبايلات، علشان هيتكابير او يتنسخ يعني هو كل اللي عليه والحسابات بتاعتكم على مواقع التواصل الاجتماعي بقى، الفيس وتويتر والانستا والسناب شات واي حساب ليكم، هيتنسخ على حاجه عندهم، وهتبقوا تحت ايديهم طول الوقت. خلاص؟ بشتاتكم، باصدقائكم، بسلطاتكم، ببابا غنوكم، كل حاجه هتبقى عندهم، كل حاجه تتخيلوها او ما تتخيلوهاش. ودايما تفتحوا الحسابات بتاعتكم عن طريق كتابه كلمه السر كل مره، وكل مره تعملوا لوج اوت عادي. هنعمل ايه؟ والباسورد بتاع الحاجات دي ما يتكتبش في اي حاجه وتتحط في شنطه ولا بتاع، ده اسمه غباء. لان احنا لو عملنا كده يقينا كل الباسوردات بتاعتكم بتاعت كل الحسابات هتبقى عند النرجسي او النرجسيه مباشره. وما فيش زوج مثلا يقول لك اصل انا حطيتها في العربيه فهي مش هتنزل. لا يا حبيبي هتنزل، او هتسهيك وانت بتعمل حاجه وتدور وتطلع الباسوردات دي هتعمل كده. كل مره تفتحوا فيها تعملوا ساين ان وكل مره تطلعوا تعملوا ساين اوت، ما فيهاش مشكله. خلاص؟ معلش يا استاذ، معلش يا هانم، هنعمل ايه؟ احنا عايشين مع الجواسيس جوه البيت. نمره 3، دايما تركزوا على منطقتين في الشقه في الترويق والتنظيف، اللي هم ايه بقى؟ اللي هم الريسبشن وغرفه النوم. طب اشمعنى المنطقتين دول؟ الريسبشن وغرفة نومكم هم المكانين الطبيعيين اللي بتعملوا منه اغلب تليفوناتكم واغلب قعداتكم بيبقوا فيها، فكل الاحداث طول النهار بتبقى في المكانين دول، وبسيط كده ممكن يبقى في المطبخ. تمام؟ ده طبيعي. فوارد جدا انهم يبقوا حاطين لكم كاميرات او اجهزة تنصت وتجسس في المكانين دول، وكل شوية تدوروا وتنقلوا في الحاجه اللي موجوده، لان هما طبعا مش بيجيبوا اجهزه تنصت كده باينه ليكوا، لا، ممكن تبقى حاجات مش باينه، بتبقى لمبه، بتبقى قلم، بتبقى معلش هنعمل ايه يا جماعه يعني؟ حاولوا تغيروا وتقلبوا في الحاجه، ومجبر اخاك لا بطل. نمره 4، يا ريت نعمل مكالماتنا مع الاهل والاقارب والاصحاب في غرف الولاد قدر المستطاع. الله، ليه؟ ده لسببين. اول سبب مش علشان بتتكلموا بس براحتكم، لا، كمان علشان ممكن تكونوا بتحكوا عن مشكلة او سر حد من الاقارب او المعارف او الاصحاب اللي بيكلموكم ده. خلاص؟ وعملوا برضو مكالمات عادية مع الشريكي او الشريكة النرجسيين عادي في المكان المعتاد، لكن ده زيادة في الاحتياط. على يعني احنا نعمل ده، المكالمات المهمه دي اللي فيها اسرار الناس والكلام مع الناس والكلام ده في اوضه النوم في اوضه الولاد، ولا في الريسبشن ولا في اوضه النوم. ونعمل مكالمات عادي مع النرجسي او النرجسيه في الريسبشن في بتاع، عشان برضه هو لو حاطط حاجه ما يشكش، ما هو ناصح ولئيم، ممكن يبقى عارف ان انت بتعملي المكالمات، يعني يكتشف ان بعد شويه ينتبه ان انتوا غيرتوا مكان عمل المكالمات، فهيحط لكم اجهزه في غرف الولاد برضو. وافتكروا ان انتوا بتتعاملوا مع ليفي كوهين. اوكي؟ طيب نخش على نمرة 5. اوعوا توافقوا على تصوير النرجسيين والنرجسيات، اوعوا توافقوا بأي حال من الأحوال بقى. يعني لو كنت ست ضحية
هياخد الصور والفيديوهات دي خلاص وهتتهددي بيها في يوم من الايام، او يبوظ لك بيها حياتك لو اتجوزتي حد بعد كده. ولو كنت شريك نرجسية نفس النظام، وممكن تصورك في اسوأ اوقاتك وتصور كرشك. احنا قريب واحدة بيقولوا يعني ان هي بسبب ان هي صورت جوزها وهو بيساعدها في البيت وبيغسل المواعين ومش عارفه ايه، نزلتها على برنامج من البرامج اللي هي اللي بتنزل فيديوهات قصيره دي، واتطلقت بسبب القصه دي. وهي بتصور الراجل تقول لها، وكانت مشغله اغنيه مسيطره بتاعت اصاله. فالكلام ده يا جماعه ما تسمحوش لحد ان هو يصوركم. هتلاقيها بتصورك وبتصور كرشك وانت نايم بالفانيلا وانت واكل اكله تقيله، ويبقى ده مصدر معايره ليك بعد كده. مصدر معايره ليك بعد كده. او ممكن حتى تسجل لك وانتوا في خناقه وتيجي تلمسها كده، انت عارف التمثيل، تقوم مقلوبه واخده 3 4 شقلباظات في الهواء وواقعه، وانت يا دوبك تاتشها بس لمستها، وتقوم مصوره وتقوم معوره نفسها في رقبتها في ايديها وتصور التعويره وتعمل لك مشكله. خلي بالك. يبقى باي حال من الاحوال نرفض التصوير ونقول اي حجه بقى، اصل بنطلع وحشين في الصور، اصل ما بنحبش نتصور، اصل التصوير ده انا سامع ان هو حرام. اي حاجه، المهم ان احنا نرفض التصوير باي حال من الاحوال. نمرة 6 يا جماعه، حذاري ثم حذاري ثم حذاري من التصوير داخل غرف النوم، سواء وهم معاكم في الصورة يعني السيلفي والحاجات دي، او انهم يصوروكم لوحدكم، سواء صورة فوتوغرافية او تصوير فيديو الموبايل. والله ما بيصوروكم علشان ذكرى، والله ما بيصوروكم علشان كده نهائي، وحياة ربنا والله ما بيصوروكم عشان كده. يقول له اصل هيقول لك اصل دي ذكرى، ايه اللانجري حلو قوي اصل بتاعك، اصل شكلك امور. الكلام الفاضي ده كل تصويرهم مجرد مستندات وملفات بيجهزوهم ليكم في يوم من الايام، بيحضروهم عشان يستعملوهم ضدكم في وقت ما. افتكروا دايما انكم عايشين مع ليفي كوهين او ديفيد شارل سامحون. نخش يا جماعة على نمرة 7، الضحايا سواء رجال او سيدات. لو ما كانوش لحقوا يتفرجوا في الحلقة دي على اللي بيحصل ده، او كانوا بالفعل تم تصويرهم، كان خلاص اتعمل لهم فيش وتشبيه بالكرش واللانجري والتعرية المقصودة من النرجسيين، وحتى لو اتعمل لهم فيديوهات جنسية من خلال النرجسيين والنرجسيات وجهازهم الاستخباراتي وهم في حياتهم الطبيعية في علاقتهم الحميمة مع زوجهم، مع زوجها ومع مراته. خلي بالكم يعني. وكان ليفي كوهين او يعقوب بنيامين حنانيا او ديفيد شارل سامحون او حتى استر بولينسكي لو هي واحدة ست نرجسية يعني، عملوا لكم بالفعل صور او فيديوهات لفتحكم في المستقبل قدام ولادكم وقدام اهاليكم، وتم بالفعل تهديدكم بيها. فاحب اقول لكم لو النرجسي او النرجسية عملوا معاكم كده، طز. مش بس طز يا جماعة، ده طزين كمان. ليه بقى؟ في إدارة في وزارة الداخلية وفي كل الوزارات الشرطية في الوطن العربي، اسمها ايه؟ احفظوا الاسم ده كويس. اسمها ايه؟ مباحث الانترنت. مباحث الانترنت. لو حد هددكم او حاول يهددكم او حتى حاول يفضحكم باللي عنده من فيديوهات وحاجات زي كده، وانتوا كنتوا بتمارسوا حياتكم الطبيعية، بتعملوا علاقات حميمة كزوج وزوجة، هتروحوا تبلغوا عنهم في وزارة الداخلية. في الإدارة دي هتجيبوا النرجسي والنرجسية من قفاهم. يعني هتقفشوا شبكة التجسس دي وهيتقبض عليهم وهيتسجنوا، ومحدش هيقدر يهددكم ولا قبل كده ولا دلوقتي.
كده اقدر اقول لكم بعد ما عرفتكم الاداره دي، شالوم يا اخواني واخواتي. اسف جدا لو الحلقه بتاعت النهارده طولت عليكم، لكن الحلقه مهمه جدا عشان تعرفوا انتوا عايشين مع مين ودماغه ايه وبيفكر ازاي. لو الحلقه عجبتكم يا ريت تعملوا سبسكرايب وتشتركوا في القناه وتعملوا لايك وتشيروا يا جماعه، قد ننفع حد تاني معانا. مرة تانية كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، ويا رب تكون الحلقة عجبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.